عارف يا ابو سلام؟ قول يا ودرش قول. عارف بمره يتقبل لك عربيه برسيم وجيت محملها مسلبها وانا وماشي بالشارع، وعدت لك اللي قاعد فوق السطح في الدور الخامس. تمام، الله ينور عليك. ما تجي عليه. لا الله ينور. طب انت عارف في مره كان سواق حفاره بيدق في بنز بالمرزبه، بنز بتاع الباكن ده بيدق فيه بالمرزبه، ما قدرش يطلع. جيت دخلت عليه سحبه باسناني. يا سلام، ما فاكر انت؟ انتوا تلميتوا على بعض يا زي ده. قوم بلا كذبه انتوا اثنين، قوم. ده هو اللي بيكذب مش انا. انا بكذب؟ ايوه انت اللي بتكذب. بقول لك يا عم شوقي، ايه سعيد؟ بفكر اشتري برج القاهرة يا اخي. برج القاهره؟ وانت معك كام للبرج؟ هاي 2 مليون. مش هيكفوا يا سعيد. ليه مش هيكفوا؟ غالي برج القاهره. سيبك من الفلوس، انت ليه عايز تشتري البرج؟ عشان اشوف الناس كلها، عشان انا اتسير واشوف الناس كلها، اطلع فوقي كده وتبقى حاجه ملكي كده براحتي. طب يا ما تخليك في ميدان التحرير احسن. ميدان تحرير ايه؟ الناس كلها حتبان اطول مني. ميدان التحرير حلو كويس، اشتري ميدان التحرير. ميدان التحرير رخيص على كيف؟ كويس يعني سعره حاجه بسيطه. انت تشتري الميدان وانا اشتري كوبري قصر النيل بالاسدين اللي فيهم. انت معك فلوس تشتري كوبري قصر النيل؟ وانت معك فلوس تشتري البرج ولا معك فلوس البوتاجاز ده كام شعله يا سيد؟ 5 شعلة ده. يا راجل. طب انا كان عندي بوتاجاز 16 شعله. لا يا راجل. ما خدت. يلا حتكسر محل الناس يا راجل. قول يا راجل روح. ابوك ناشف اصلا بفضل.